اشتغلت مضيفة طيران، ومصر بالنسبة ليها كانت حلم وأزمة بسبب جوازها من كاتب مصري. الفنانة التونسية يسرا الجديدي من الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية، واللي أثبتت موهبتها الكبيرة سواء في مسلسل الأجهر مع عمرو سعد أو مسلسل العتاولة مع أحمد السقا وباسم سمرة. يسرا طول عمرها كانت بتحلم بأنها تبقى ممثلة، وبدايتها كانت عبارة عن أفلام قصيرة في تونس، وكان حلمها إنها تيجي مصر. ورغم إنها اشتغلت مضيفة طيران فترة، إلا أنها نجحت في تحقيق حلمها وبدأت انطلاقتها الفنية في مصر. يسرا مش بس بدأت حياتها في مصر، دي كمان اتجوزت من الشاعر والكاتب المصري أمير طعيمة، لكن جوازها منه عمل لها مشكلة غير مقصودة مع طليقته جيني كامل، ولا طلعت وانتقدت جوازهم، لكن يسرا التزمت الصمت. ولما اتكلمت عن الموضوع قالت إنها حبت أمير طعيمة من أول نظرة لأنه صادق وأمين. يسرا عندها حلم حاليا، وهي إنها تحقق نفس مسيرة الفنانة التونسية الكبيرة هند صبري في مصر.